من زمان والعلاقة بين أهل السلطة وأهل الفن موجودة وقديمة قدم التاريخ نفسه. فمكان ما تلاقي السلطة هتلاقي رغبة رجالها في الترفيه والتنفيس عن رغباتهم المكبوتة بحكم وظائفهم، ومن هنا يجي الارتباط. فزي ما راجل السياسة بيحاول يخفف عن نفسه قلقه وضغوطه، كمان أهل الفن بيحتاجوا للي ييسر لهم ويسهل لهم أمورهم ويسندهم لغاية الوصول لأعلى درجات سلم الشهرة. وفي الغرب فالكلام عن أهل السلطة وعشيقتهم مباح جدا، والأمثلة على كده كتير. فعندك كلينتون ومونيكا والدوتشي وكلارا وهتلر وإيفا براون وغيرهم كتير. أما في عالمنا العربي فالرئيس أو راجل السلطة راجل فولاذي، لا يرمش جفنه ولا ينبض قلبه ولا تهتز مشاعره ولو قدامه جميلة الجميلات. بس على فكرة دي الصورة اللي بتتصدر لينا ومش هي أبدا الحقيقة. ودليل على كده مثلا جواز المشير عامر والفنانة برلانتي عبد الحميد، واللي ما سمعناش عنه إلا بعد وفاة المشير. وكمان علاقات الملك فاروق مع أهل الفن زي حكمة فهمي وسامية جمال وكاميليا. وحتى قصتنا النهاردة اللي تعتبر تجسيد حقيقي عن العلاقات الأبدية اللي بتربط أهل السلطة بأهل الفن. ولكن الفرق إنها المرة دي انتهت نهاية مأساوية، وكتب ربنا إن يتكشف الستار عن حكاية واحدة من أشهر مطربات العرب مع أكبر رجال الأعمال في مصر. وكمان في آخر الفيديو شايلك مفاجأة ممكن تكون بتسمعها للمرة الأولى. كمل معايا للآخر في حكاية حلقتنا النهاردة عن سوزان تميم. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. اتولدت سوزان عبد الستار تميم سنة 1977 في حي شعبي فقير في بيروت. ومن صغرها عانت من الانفصال بين الأم والأب، وأخدها والدها عشان تعيش مع جدتها وحرمها تماما تشوف والدتها. ورغم الظروف الصعبة دي إلا إن سوزان كانت طالبة مجتهدة ودخلت كلية الصيدلة اللي فيها قابلت علي مزنر وقررت تتجوزه. لكن والدها رفض فقررت تهرب معاه، وكان عمرها وقتها 18 سنة. لكن اللي حصل إن جوازها ما استمرش كتير، وبسرعة دبت الخلافات بينهم، واتقال إن أسبابها كانت الخيانة أو الطمع فيها، لأنها كانت يدوب كسبت الجائزة الذهبية في برنامج استوديو الفن. ولكن زوجها صرح بعد كده إن سبب الخلافات كان إنها اتصابت بالغرور بعد الشهرة، وبقت بترفض تزور قرايبه وتقول لهم بيعزموك بس لأن زوجتك هي سوزان تميم. المهم إنها قررت تسيب جوزها وتسافر لفرنسا، واشتغلت هناك في واحد من الملاهي الليلية اللي بيملكها منظم الحفلات اللبناني عادل معتوق. ومع الوقت يقع معتوق في حبها، ولكن المشكلة موجودة لأنها لسه متجوزة وجوزها بيطاردها. فما كانش من معتوق إلا إنه عرض على زوجها $1.5 مليون مقابل الطلاق، وقد كان. وبعد شهور قليلة أعلن معتوق إنه اتجوز سوزان تميم زواج عرفي، وده اللي أنكرته سوزان، وقالت بس إن في علاقة ما بينهم لكن مش جواز. لكن هو قدر يثبت عدم صدق كلامها، وطبعا ده سبب خلافات بينهم. وكعادتها هربت، وكأنها قررت تقضي كل حياتها في المطاردات. والمرة دي وجهتها كانت مصر، وتسكن سوزان في بيت قرب المعادي. لكن معتوق بقى ما سابهاش في حالها وقرر يحول حياتها الجحيم. فخد عندك بقى، منعها من الغنى بحكم المحكمة، وأخد ضدها حكم طاعة، وقدم بلاغ اتهامها فيه بالسرقة، وقال فيه إنها لما كانت في فرنسا كان عامل لها توكيل رسمي، وبموجبه استولت على أموال كتيرة من حساباته. تعمل إيه بقى سوزان تميم؟ قررت تكرر نفس تجربتها السابقة وتتحامى من معتوق في راجل قوي وصاحب منصب. طيب مين هو؟ الملياردير هشام طلعت مصطفى. فرصة ما تتفوتش، راجل سياسة وبرلماني واقتصادي معروف وملياردير، وكلها مميزات تخليه أفضل حماية ليها. قالك بقى يا سيدي إن خالة سوزان تميم كانت بتشتغل عند هشام طلعت مصطفى، وفي يوم كانت سوزان بتزور خالتها في فندق الفور سيزون، وقابلت هناك هشام، ونظرة فابتسامة فحوار، وبقت سوزان من المقربين ليه جدا، وبقت بترافقه في كل سفرياته خارج مصر. وهو حبها وعرض عليها الجواز، بس العائق موجود، هي لسه على ذمة عادل معتوق. واللي عمله معتوق مع الزوج الأول هو نفسه اللي عمله مع هشام، فعرض عليه مبالغ كبيرة مقابل الطلاق، وفعلا حصل وطلقها. وبمجرد ما انتهت مشاكلها مع زوجها التاني إلا وتبدأ مشاكلها مع هشام، لأنه كان بيغير عليها جدا، لدرجة إنها لو حبت تدخل السينما كانت القاعة كاملة بتكون ليها لوحدها. وكمان طالبها بتنفيذ وعودها ليه بالجواز منه، وهي دايما بتتهرب، وعشان كده عين عليها الجواسيس عشان يجيبوا له أخبارها. ويفضل الوضع كده لغاية ما كانت معاه في سفرية لندن، وكعادتها غفلت طقم الحراسة وراحت لأشخاص من قرايبها هناك. طبعا هشام غضب جدا واعتبر اللي حصل جرح لرجولته،
واعتبرها نكرة للجميل والمعروف. وفي لندن تتعرف سوزان على رياض العزاوي البريطاني من أصول عراقية واللي كان بطل العالم في الكيك بوكسينج. قابلته سوزان في متجر هارودز الشهير وحكت له عن معاناتها مع هشام، فعرض عليها إنها تفضل تحت حمايته، وفعلا تم الجواز بينهم في لندن. والخبر نزل على هشام زي الصعقة، ومن هنا بدأت معاناة سوزان الحقيقية، لأنها كانت عايشة في حالة رعب مستمرة بسبب التهديدات اللي كانت بتوصلها من رجالة هشام، واللي وصلت للتهديد بالقتل. وما اكتفاش هشام بكده، ده كمان اتصل بيها شخصيا وقال لها تتجوزيني مقابل 50 مليون دولار، ولا حرض عليك اللي يقتلك مقابل 1,000,000 واحد. وفورا اتصلت سوزان بمحاميها وبلغته بالمكالمة، وقالت له انها هتسيب لندن لانها ما بقتش حاسة فيها بالامان، وهتسافر على دبي، وطلبت منه تحرير وصيتها. وفي الوقت ده فعلا بدأ هشام في تنفيذ مخطط قتلها، وكلف بده شخص اسمه محسن منير السكري، اختاره لانه كان ضابط شرطة سابق وفي نفس الوقت هو مدير الامن لمجموعة فنادقه، وده مقابل 2 مليون دولار. وطلب هشام من السكري ان القتل يتم بطريقة تظهر كأنها قضاء وقدر، يعني ما يكونش فيها شبهة جنائية. لكن هروب سوزان لدبي خرب خطته، واتفقوا على الخطة البديلة وهي تنفيذ الجريمة في دبي. وفعلا سافر السكري ورا سوزان تميم، وحجز غرفة ليه في فندق قريب لسكنها قبل الحادث بأيام، وبعت لها رسالة أوهمها فيها إنه مندوب للشركة العقارية اللي هي اشترت منها شقتها ببرج الرمال بمارينا دبي، وإنه هيجيلها علشان يسلمها رسالة شكر من الشركة. وهي صدقت، خصوصا إنه قدر يبعت لها الرسالة دي من كمبيوتر الشركة نفسه. إزاي معرفش. وفي يوم 28/7/2008 وتحديدا الساعة 8:30 صباحا، وهو الوقت اللي حددته سوزان للسكري، جالها ووريها شهادة عليها شعار الشركة، وشافته سوزان تميم من العين السحرية، فاطمنت وفتحت له الباب. وبمجرد ما بقوا لوحدهم هاجمها السكري بسكينة بتشبه اللي بيستعملها رجالة القوات الخاصة، وعمل لها ذبح قطعي في الأوعية الدموية الرئيسية في الرقبة، ماتت على أثره فورا. وبعد ما اتأكد السكري من إتمام مهمته بنجاح، قام بخلع الملابس اللي كان لابسها فوق هدومه ورماها جوه حاوية القمامة في المبنى، وراح بعدها للمطار وسافر خارج الإمارات بعد 1.5 ساعة من الحادث. وفي نفس الوقت في شقة سوزان كان واحد من قرايبها من الموجودين في دبي بيتصل بيها، ولما ما ردتش اتوجه مباشرة لبيتها، وهناك يلاقيها جثة هامدة. وصلت الشرطة وبالبحث في المكان لقت الشرطة ورقة بخط إيد سوزان مكتوب عليها الزواج أو القتل، وكمان وصيتها اللي كانت إن كل أملاكها تروح لأمها وأخوها بس، لأنها كانت معتبرة إن والدها هو السبب في كل اللي مرت بيه في حياتها. ومن اللحظة الأولى لتحريات الشرطة بدأت خيوط الاتهام تشير للسكري، والأسباب كانت إن كاميرات مراقبة البرج رصدته، ولقت الشرطة ملابسه عليها الDNA بتاعه في حاوية قمامة البرج، واكتشفوا كمان إنه اشترى السلاح ببطاقة الائتمان بتاعته. وهنا تم إبلاغ السلطات المصرية اللي قبضت عليه. وطبعا أنكر محسن السكري في الأول، لكن بمواجهته بتسجيل كاميرات المراقبة وتسجيلات لمكالماته مع هشام كانوا لقوها عنده، اعترف إنه قتلها بتحريض من هشام طلعت مقابل مبلغ مالي كبير. وفعلا لقت الشرطة الفلوس موجودة جوه بوتاجاز داخل شقته. وطبعا وقتها كان القبض على هشام طلعت مش سهل، لأنه كان يعتبر الراجل الثالث في الحزب الحاكم. لكن اللي حصل العكس تماما، وخلال وقت بسيط اترفعت الحصانة عن هشام طلعت وتم القبض عليه. وفي التحقيقات أنكر هشام طلعت مصطفى علاقته بالجريمة تماما، وأكد إن التهمة متلفقة عشان تضر سمعته، إلا إن الشرطة واجهته بالتسجيلات الهاتفية اللي بينه وبين السكري، واللي كان بيبلغوا فيها بأماكن تواجد سوزان وزوجها رياض. وكان من ضمن التسجيلات محادثة بيقترح فيها السكري على هشام إن هم يدسوا لها مخدرات جوه شقتها ويبلغوا الشرطة عنها بدل القتل، لكن هشام أصر على قتلها. وبالنسبة للرأي العام فالكثير اعتقدوا ببراءة هشام، لأن في رأيهم من المستحيل على ضابط أمن سابق إنه يقع في كل الغلطات دي، وإنه يكون بالسذاجة اللي تخليه يظهر وشه عادي لكاميرات المراقبة، وكمان يرمي هدومه جوه نفس المبنى. طيب ما كان يتخلص منها بعيد؟ لا، وكمان يشتري السكينة وملابس الجريمة ببطاقته الائتمانية. أظن كده كتير قوي. المهم إن كل ده خلى البعض يقول ويأكد إن السكري كان متسلط عشان يدخل اسم هشام طلعت في القضية. وفي المحكمة قدم محامي سوزان اسطوانة متسجل عليها محادثة هاتفية بينها وبين واحد من رجالة هشام بيخيرها فيها بين الجواز أو الموت، واسطوانة تانية بتكلم فيها والدها وبتقوله إنها عايشة في رعب بسبب نفوذ هشام اللي بيوصل لها في أي مكان تروحه، وقالت له إنها معرضة للذبح في أي وقت. وبعد المعارضات والحكم بالإعدام والنقض، أخيراً صدر الحكم على هشام بالسجن 15 سنة
وعلى السكري ب25 سنة في جلسة 6 فبراير 2012. وتعالى بقى اسمع مفاجأة الحلقة. تعرف إن وقت نظر القضية ظهرت محامية سعاد حسني وقالت إن شرطة لندن لقت بصمة مجهولة الهوية جوه شقة نادية يسري صاحبة سعاد، واللي وقعت سعاد من بلكونة بيتها. وقالت إن بمطابقة البصمة دي ببصمة سعاد تطابقت البصمات، يعني قاتل سعاد هو نفسه قاتل سوزان، وإن اسمه جوه التنظيم السري رأفت بدران، وإنه كان بيتمتع بقوة بدنية وذكاء، إلا إنه ما كانش بيستخدمهم إلا في الأعمال الإجرامية. وهنا في سؤال، لو البصمة تطابقت ليه ما تمش محاكمته بقتل السندريلا؟ الله أعلم. وأخيرا خليني أقولك إن تم الإفراج عن هشام طلعت مصطفى سنة 2017 وعن محسن السكري سنة 2020، وده بموجب إعفاءات رئاسية. بكده تكون انتهت قصتنا النهاردة لواحدة من أهل الفن اللي حلمت بالأضواء البراقة والشهرة، لكنها أبدا ما كانتش تتخيل إن شهرتها هتكون هي السبب في موتها. استنونا في الحلقات الجاية